برنامج سامي والناس برنامج ثقافي اجتماعي رياضي فني لخدمة المجتمع المصري، يناقش كل قضايا المجتمع المصري ويعرض كل الحالات الإنسانية، كما نعرض كل الفقرات الثقافية والفنية من معارض فنية تشكيلية ومن مواهب غناء وشعر وجدل وإنشاد ديني وقصة وتصوير إلى غيره. برنامج سامي والناس في خدمة المجتمع المصري. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الاسبوعي المتجدد دائما معكم في برنامج سامي والناس. قبل ما نبدا حلقتنا معاكم النهارده، تقدم انا الاعلامي سامي الرسام بصفته وشخصي مع كل اسره برنامج سامي والناس الى الزميله الاعلاميه فاطمه فوده، وده طبعا لنجاح ابنها الطالب عبد الرحمن راضي عبد الخالق من مدينه المحله الكبرى بمحافظه الغربيه بمدرسه العهد الحديث، وده طبعا لنجاحه في الشهاده الابتدائيه بتفوق جدا بمجموع 99.5%. وتهنئه خاصه جدا كمان جايه له من اخوه وجده الحاج محمد عبد اللطيف فوده وخاله القبطان اسلام محمد فوده، ومن كل الاهل والجيران والاصدقاء واخواته وكل من قال له الف الف مبروك. وكمان تهنئه خاصه مني للزميله الاعلاميه فاطمه فوده مع تمنياتنا له بدوام التفوق والتالق والنجاح دائما. هنروح بيكم دلوقتي لمعرض او ملتقى المبدعين الدولي في دورته الثالثة عشر تحت رئاسة وقيادة رئيس الملتقى الفنان الدكتور عبد الناصر السعدني، في معرض من اهم المعارض التي اقيمت داخل قاعة جريدة الأهرام أو مؤسسة الأهرام، وضم عدد كبير جدا من كل الفنانين والفنانات، وبعضهم كان من الدول العربية أو الفنانين العرب المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وكمان كل اللوحات الجميلة للمشاركين والمشاركات من الطلبة كمان اللي نالت لوحاتهم على إعجاب كل الرواد. وشارك في الافتتاح وكان من ضيوف الشرف الفنان مهندس رأفت عبد السلام والفنان عادل بنيامين، شاركوا في افتتاح معرض او ملتقى المبدعين الدولي الثالث عشر بوجود كوكبة كبيرة جدا كمان من كل المهتمين بالفن التشكيلي والصحفيين والاعلاميين. هنروح معاكم دلوقتي مع بعض اللقاءات اللي رصدناها في كاميرا برنامج سامي والناس مع بعض الفنانين والفنانات واللي اجرى اللقاءات الاعلاميه شيرين قنديل والاعلاميه رغده محمد. النهارده واحنا موجودين في المعرض وعاملين تغطيه صحفيه واعلاميه طبعا لحضراتكم، قابلنا بزميلنا الاعلامي الكبير الاستاذ يوسف، هو في الحقيقه اعلامي وفنان ومتعدد المواهب. احنا النهارده عايزين نتعرف بيه تعريف يليق بيه. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك عرفنا بنفسك اكتر. يوسف عبد الخالق يوسف الشهير بيوسف ابو النجا فنان مطروح. اهلا وسهلا يا فندم، نورتنا النهارده. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. حضرتك النهارده كلمني عن اللوحه بتاعتك، هم اكتر من لوحه. هم لوحتين. اخترت البهجه في اللون والبهجه في المنظر. الصوره دي اسطوريه شويه. حضرتك اشرحها لنا. الصوره ديت انا خدت اللقطه ديت من فيلم اجنبي، كان في حد بيحلم ان هو قابل ابوه في الحلم في مكان اسطوري، فانا اخد المنظر ده واسجله. حضرتك شايف التفاصيل بتاع الصحراء عامله ازاي، مش موجوده اصلا في الدنيا كده، ولا الوان الشجر موجوده في الدنيا كده، مكان اسطوري. اللوحه الثانيه بتتكلم عن المراه الجميله اللي كلها خير، وجه المراه نزل الخير على الدنيا كلها واطفى الجمال والحلاوه على الدنيا كلها. انا مش شايفه اي وجه. وجه المراه معمول بالشجره اهو، لو بعدتي عن الصوره شويه هيبان لك الوجه تماما. حضرتك قول لي الفن بيمثلك ايه في حياتك؟ والله الفن بيمثل لي النفس اللي بتنفسه، الحياه صعبه جدا، اللحظات اللي بنقضيها مع الرسم ومع الالوان ومع اللوحات بتعزلك عن المجتمع الخارجي تماما، بتدخلني في مجتمع خاص بيا، بترسم على وش الابتسامه زي على وشك كده. طيب النهارده لو حابين نوجه كلمه شكر، نوجه كلمه شكر لمين؟ انا طبعا بوجه كلمه شكر للملتقى والقائمين عليه، الدكتور عبد الناصر السعدني اللي اداني الفرصه ان انا شغلي ده بدل ما كان مدفون في مرسى مطروح، في صحراء مرسى مطروح، الناس كلها شافته. دي مكسب، دي سعاده، حسيت بالسعاده وحسيت ان انا اصبح شغلي له قيمه. نمره 2 بيتي واولادي اللي استحملوا ان انا ببعد عنهم بال10 ساعات يوميا في المرسم، استحملوني كتير قوي وساعدوني كتير قوي.
وليكم طبعا ان انتم جيتوا تناولوا وشفتوا الشغل دوت. احنا اللي بنشكر حضرتك ان حضرتك اديت لنا الفرصه ان احنا نشوف فن عظيم زي دوت. شكرا ليك يا فندم. شكرا. كلك ذوق اشكركم جدا. شكرا. النهارده في المعرض كان معانا موهبة فذة لأن هي بتجمع بين العلم والثقافة والموهبة الكبيرة. احنا معانا دكتورة وعاملة لوحة غاية في الجمال فيها حس فني كبير جدا، طبعا مش أي حد هيعرفه ولا يفهمه. علشان كده النهاردة هنعمل لقاء مع دكتورة هبة تشرح لنا فيها اللوحة بتاعتها بتقول ايه. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. نتعرف بحضرتك أكتر. أنا اسمي هبة محمود، باحث دكتوراه في جامعة عين شمس، كلية البنات، قسم جغرافيا. أهلا وسهلا. كلميني النهارده عن اللوحة بتاعت حضرتك. لوحتي عن سانت كاترين، جبال سانت كاترين. بحكم تخصصنا ان احنا بنسافر كتير قوي لاماكن جغرافيه فريده في مصر، فاحنا بنتاثر بالحاجات اللي بنشوفها. بس انا كنت برسم من زمان ولا مره شاركت في معرض، دي اول مره في حياتي اشارك في معرض. لما لقيت عدد اللوح كتير قوي وكذا حد من صحابي قال لي يعني شاور عليا بكده. بس يعني اصلا دي موهبه وانت ابتديتي تنميها صح كده؟ ممارسه. طيب بترسمي لوحات تعبر بس عن الطبيعه بحكم ان انت تمام او بحكم دراستي؟ طيب احكي لنا عن تاثير الفن في حياتك. الرسم بالنسبه لي زي الهواء اللي الواحد بيتنفسه. احنا ربنا خلقنا في ناس كتير قوي ربنا خلقها عندها موهبه الرسم، موهبه الغنى، موهبه الموسيقى. كل المواهب بصفه عامه بتساعد الانسان ان هو يستحمل ضغوطات حياته، يستحمل يكمل الستريس اللي احنا عايشين فيه سواء كان في شغل او في دراسه او في وات ايفر. فالرسم بالنسبه لي زي المتنفس اللي بقدر ان انا اتنفس فيه. لو هنقدم كلمه شكر، نقدم كلمه شكر لمين؟ حابه اشكر طبعا ربنا ان هو اللي اداني الموهبه دي، وحابه اشكر اهلي ان هم سبورتيف جدا في الموهبه دي، وحابه كمان اشكر دكتور عبد الناصر السعدني رئيس الملتقى ان هو اتاح لي الفرصه للمشاركه. حابه اشكر حضرتك. حابه اشكر حضرتك جدا. شكرا ليكي، احنا اللي بنشكرك جدا بجد. شكرا. من داخل المعرض النهارده التقينا بالفنان الكبير عادل بن جميل. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليكي. حضرتك قولي لنا ايه رايك في لوحه الفنانه نجلاء؟ الفنانه نجلاء عامله عمل يعني قدامي عمل فني اكتر من رائع، لون وتكوين وكتله وفراغ وفلسفه وفكر وفكره، فمدياني حاجه حلوه قوي. عامله اكتر من عمل فني فيها على اساس انه في عندي طبيعه صامته وعندي طبيعه حيه. النظره بتاعت البورتريه، طريقه البورتريه والتشريح يعني تكاد تكون من قوتها انها متصوره، فلكن شغلها حلو قوي قوي قوي، ويعني بقول لها تستمر. جميله، لوحه جميله ومعبره، ومع الضوء والظل لما تحط الضوء بتاعها صح، الاضاءه الخارجيه يعني عندي الثلاثه هنا رنجه من اجمل ما يمكن. عندي العصفور، عندي الرمان، الشغل فيها حلو قوي، الشغل حلو قوي قوي قوي. شكرا يا فندم. نجلاء، بعد طبعا شهاده الاستاذ عادل القويه جدا في حقك، طيب احكي لنا عن اللوحه. هو هنا انا في اللوحه رمزت البصه عينيها فوق ان هي بتبص للطموح بتاعها، وان هي بقى ما بقتش تبص لاي كلام بيتقال لها، وابتدت ان هي تركز في الهدف بس بتاعها. وبرمز هنا للسمك ده ان هو من كتر ما هي خرجت اي حاجه بتضايقها يعني حصل له زي حاله من العفونه، وبقى نفس لون الخلفيه هنا عندي. الاثنين بقوا حاجه واحده بيمثلوا الذكريات واي حاجه ضايقتها قبل كده. الفن بيمثلك ايه في حياتك؟ اكيد هو كل حاجه طبعا. طيب قولي لي، ده اول مره تشتركي فيه؟ ان شاء الله ما يكونش اخر معرض. اشترك في معرض كبير زي ده النهارده يا نجلاء. لو هنوجه كلمه شكر، نوجه كلمه شكر لمين؟ اكيد هوجهها لكل الناس اللي وقفوا جنبي، واسرتي وجوزي وكل الناس اللي دعموني، وللملتقى الجميل النهارده ان هو عرفني على فنانين كتير قوي، شفت اعمال حلوه قوي منهم، كلها اعمال مميزه. شكرا ليكي يا نجلاء، وبتمنى لك مزيد من التفوق والنجاح ان شاء الله. شكرا قوي. في المعرض لفت نظري انا شخصيا لوحه بتعبر عن الدفء، هي مليانه الوان دافيه جدا، وكان معانا النهارده صاحبه اللوحه. نتعرف بحضرتك اكتر؟ دكتوره هند عبد الرحمن، مدرسه تصميم بجامعه القاهره. اهلا وسهلا يا فندم، شرفتينا. حضرتك ممكن تكلميني عن اللوحه بتاعتك؟ اللوحه بتاعتي هي مستوحاه من الفن الاسلامي،
بس بصياغه معاصره مع الوان برضو مستوحاه من الفن الاسلامي. عملت فيها نوع من الحركه، وعملت فيها كمان حركه للعمق للداخل. استخدمت فيها الوان الاكريليك والوان الخشب والوان الجاف. حضرتك اشتركتي في معارض قبل كده؟ اشتركت في معارض كتير، كان في منها في الاوبرا وفي ساقية الصاوي ومعارض تبع الجامعه وفي القاعات الفنيه. حضرتك جاتلك الفكره منين؟ هي فكره زي ما قلت لحضرتك انها من الفن الاسلامي، يعني كل دي وحدات من الفن الاسلامي وقعدت تجميعها مره تانية وصياغتها. طيب لو النهارده هنقدم كلمه شكر، نقدم كلمه شكر لمين؟ طبعا اولا بشكر القائمين على المعرض عشان اتاحوا لي الفرصه دي ان انا اشترك باللوحه بتاعتي، وبشكر افراد اسرتي كلهم وعلى راسهم زوجي. شرفت جدا بحضرتك يا فندم، ميرسي ليكي ومزيد من التفوق والنجاح. شكرا. شكرا يا فندم، شكرا ليكي. شكرا. اثناء تواجدنا في المعرض النهارده كان لينا لقاء مع الفنان الكبير، نتعرف بحضرتك؟ عصام الصنباطي، فنان تشكيلي. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك النهارده اتكلمنا عن اللوحه. دي اللوحه دي عباره عن ورد وبتدعو للامل والتفاؤل وللعمل في نفس الوقت، وان الناس دايما تبقى في اشراقه وفي حب للحياه وحب للعمل، وان هم دايما يبقوا في ثوره مع نفسهم بحيث ان هم يتقدموا للاحسن، يبقى عندهم امل في بكره، يبقى عندهم امل في ان هم يحسنوا بيئتهم، يحسنوا مستواهم. طيب حضرتك اخترت الوان الدفء البرتقالي والاصفر، واحكي لنا كده عن الالوان. انا اخترت الالوان دي بالذات لان الالوان دي بتعبر عن الدفء، عن الحياه، عن الحيويه، عن الحب، عن الاحترام، عن النشاط، لان النشاط مهم جدا في حياه الانسان مهما كان سنه مهما كان عمره. دايما بيحاول ان هو يبقى في احسن صوره في بيته، في عمله، في شغله، في الرياضه، في الميوزك، في الحياه، في كل مجالات الحياه. طيب حضرتك كلمني عن المعارض اللي اشتركتي فيها والتكريمات اللي حضرتك اخدتها قبل كده. اشتركت في معارض كتيره جدا. اتكرمت في الجائزه الثالثه من المملكه العربيه السعوديه من جيزان كليه المعلمين سنه 1988. بشارك دلوقتي حاليا في معرضين غير المعرض دون، بشارك فيهم باعمال سواء كان نحت او تصوير زيتي. طيب النهارده لو هنوجه كلمه شكر نوجهها لمين؟ والله احنا بنوجهها للقائمين على ملتقى المبدعين الدولي ال 13 للدكتور ناصر والناس اللي بيساعدوه، وفي نفس الوقت القاعه اللي احنا متواجدين فيها قاعه الاهرام، وده يعني شرف لينا ان احنا نعرض فيها. اتمنى لحضرتك مزيد من التفوق والنجاح. شكرا ليك يا فندم. شكرا. من ملتقى المبدعين الدولي ال13 التقينا بالفنانه، نتعرف على حضرتك؟ سماح حمدي فاروق. اهلا بيكي يا استاذ سماح. كلمينا عن لوحتك اللي انت شاركتي بيها النهارده في المعرض. هقول لحضرتك انا بدات هنا في اللوحه، انا بحب قوي ماده التصميم زي ما درستها في الكليه بصراحه، فبيستهويني قوي الستريت لاين، الخطوط المستقيمه، حبيت اوظفها بشكل جديد وبلاين خاص بيا، فبدات استغلها في تابلوهات فنيه غير نمطيه، اخرج بره الاطار النمطي بتاع التابلوهات واوظفها بايات قرانيه، فاستغليت فيها انواع مختلفه من المعجون زي ما حضرتك شايفه بطرق تعتيق مختلفه. استخدمت هنا الورود دي بعجاين سيراميك، بدات اصنع العجينه بنفسي واشكلها، وكونت الديزاين زي ما حضرتك شايفاه كده، والحمد لله ربنا وفقني وطلعت فكره جديده مختلفه مميزه الحمد لله. هي اللوحه فعلا مميزه، من اللوحات الموجوده فعلا حلوه. اخذت معاكي وقت قد ايه تقريبا؟ انا عشان احط الفكره واسسها بس 15 يوم. نتمنى لك كل التوفيق. اللي عايز يتواصل معاكي بقى يتواصل معاكي ازاي؟ عن طريق البيج، عندي بيج على الفيسبوك اسمها جاليري بيت الفن سماح حمدي، موجوده ان شاء الله، واي حد يحب يشرفني اهلا وسهلا بيه، وبنقدر ننفذ له اي تابلو هو عايزه كمان. نحب نوجه كلمه شكر وعرفان لمين النهارده؟ اولا الحمد لله الشكر كله يرجع لربنا اولا واخيرا بفضل ربنا، لان الموهبه دي والرزق من عند الله. بعد كده بصراحه احب اخص بالشكر زوجي واولادي، لولا بصراحه تشجيعهم ليا ومعاونتهم الجامده ما كنتش قدرت اوصل للي انا فيه. اخص بالذكر دكتور عبد الناصر، اتاح لي الفرصه ان انا اتواجد في الملتقى واتشرف بمعرفه حضراتكم، والحمد لله سعيده جدا جدا بالتجربه وان شاء الله هكررها.
كل التوفيق ليكي، ونشوفك ان شاء الله في اليوم الختامي ولوحتك من اللوحات الفائزة. شكرا لكم، كنا معكم من ملتقى المبدعين الدولي. اسكندريه عروس البحر، والنهارده في المعرض ومن خلال اللوحات الجميله لفت نظرنا عروسه بجد ورسمه عروسه، فعايزين نتعرف بيها اكتر. ازيك يا اميره؟ صح؟ ايوه اميره، انا اميره سامي، فنانه تشكيليه، وبشارك النهارده في الملتقى من اسكندريه زي ما قلتي بالظبط. حبيت اشارك بلوحه تبقى يعني نظره تفاؤل كده لا ثانيه واحده، احنا هنتكلم عن اللوحه بالتفصيل بقى. احكي لنا عن اللوحه بتاعتك. هي عباره عن نظره تفاؤل للمستقبل، وخليتها من خلال كادر طبيعه بسيطه قوي، ما حبيتش اعمل فيها حاجه زياده عشان تبين جمالها. كل ده عشان اظهر بس يعني نعمة الحياة اللي احنا بنعيشها، لازم نبص عليها بتفاؤل اكتر، وكل ده طبعا بيبقى في جو هادي بسيط عشان يبرز جمال الطبيعة اللي احنا فيها دي. طيب قولي لي، ده اول معرض تشتركي فيه ولا اشتركتي في معارض قبل كده؟ لا الحقيقه لا، اشتركت في اكتر من معرض وبس، فانا حبيت اشارك بعمل جديد طبعا، ويبقى فيه حاجه تفاؤل اكتر يعني. طيب النهارده لو هنوجه كلمه شكر هنشكر مين؟ الاول طبعا انا بشكر دكتور ناصر عشان الملتقى ده فكرته فعلا عظيمه، في مواهب كتير جدا. اكيد الدراسه بتفرق عشان بتسخن الموهبه، لكن في مواهب فعلا بتفرض جمالها يعني، فهو ادى الفرصه لكل المواهب دي ان هي تعرض مع فعلا فنانين كبار زي ما هو دكتور ناصر عارض اصلا اكتر من عمل. فطبعا بشكره وبشكركم طبعا عشان تغطيه الملتقى ده، يعني ميرسي ليكم. كل الشكر والتقدير والفرحه والسعاده ليكي، لان لوحه حضرتك بجد مبهجه جدا، وانا عن نفسي اللوحه عجباني جدا جدا جدا. شكرا ليكي. شكرا ليكم انت، ميرسي. واثناء تواجدنا في المعرض النهارده في الحقيقه لفت نظري حاجه كبيره جدا وجميله جدا، هي شغل من الاحجار الكريمه. النهارده معانا الفنان يعرفنا بنفسه. فنان خالد محمد عبد الهادي، فنان الطبيعه. فعلا هي طبيعه. طيب حضرتك احكي لي بقى عن الاحجار وعن الرسومات ديت، لان هي حاجه رائعه بجد يعني. حضرتك يا فندم انا بجيب اللمحه الجماليه اللي في الحجر، ان كان شفاف بجيبه بالاضاءه، وان كان شفاف بجيبه من خلال الخطوط الطول والعرض بالدمغات اللي فيه، بقدر اجيب اللمحه اللي فيه. بطبق الشكل بنسبه 90%، بقدر اكتشف الشكل واطبقه بنسبه 90%. 10% بتتكمل بقى بالتصوير بالخلفيه، بيظهر الشكل معانا. طيب الفكره جات لحضرتك منين؟ اول حاجه كنت لقيتها شكل مدور جايب ملامح كوكب زحل، لما صورته جه الشكل جميل معايا، بدات الفكره بقى تستهواني ان انا كل ما اجيب حجر احاول اطلع اللمحه الجماليه والاحساس الفني اللي فيه. بياخد من حضرتك وقت قد ايه؟ بالنسبه للاحجار الشفافه ممكن مثلا كل 300 حجر على ما الاقي شكل يجيب معايا، وممكن بعد 300 حجر ممكن ما الاقيش، يعني بعد التعب ده كله، بعد المجهود الشق دوت ممكن ما تطلعش معايا. دي اصعب حاجه في الحجر الشفاف. انما اللمحات الثانيه بتبقى سهله شويه، مقدر امسك الحجر ممكن في خلال مثلا 10 دقائق اعرف اذا كان في لمحه جماليه او مش فيه، انما الشفاف اصعب حاجه. طب حضرتك اشتركت في معارض قبل كده؟ اشتركت يا فندم في معارض، وكان يعني اول معرض اشارك فيه كان عندنا في بلبيس في محافظه الشرقيه، كان تبع مركز الشباب والرياضه، حضر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وسياده المحافظ دكتور ممدوح. طيب حضرتك حصلت على تكريمات؟ خدت شهادات من برضه معارض شاركت فيها هنا برضه الدكتور عبد اللطيف مسعود، وبرضه طبعا الدكتور عبد الناصر هنا، ان شاء الله برضه نشوف التكريمات ونشوف الشغل بتاعي يتقيم ازاي ان شاء الله. طيب لو هنوجه كلمه شكر، نوجه كلمه شكر لمين النهارده؟ بنوجه فعلا كل الشكر لاي واحد ساعدني، زي مثلا حضرتك الاستاذه حنان محمد رئيسه دعم المشروعات الصغيره دي، برضه حضرتك شاركت معايا في اول مره كان تبع ديار بنجم، ومن خلالها قدرت اخش تبع الاستاذ سامي حضر برضه وصورني هناك، ومن خلال شهر كده، ومن خلال الفكره بتخش في المعارض الكبيره بتشجيعها برضه. نتمنى لك مزيد من التفوق والنجاح بجد، يعني ده مجهود بجد تشكر عليه، وحضرتك فنان كبير. شكرا ليك. شكرا. فنانة شيماء بركات شغلها هايل جدا من حيث اختيار الموضوع نفسه. اولا الحاله اللي عايشاها العالم كله، الحاله المناخيه اللي عايشها العالم كله واللي ليها اضرار مستقبلا بتبقى صعبه جدا، وان كانت اللوحه بتاعتها فيها غموض جامد جدا في الحاله المناخيه ده، هي ان بكره وبعده ايه اللي هيحصل. الدنيا دي غامضه بالنسبه لنا، مش عارفين ايه اللي هيحصل، لكن حد يعني استطاعت ان هي تحط عينها على حاجه فعلا الناس كلها بتعاني منها دلوقتي، وستظل المعاناه فتره طويله جدا. لكن انت في امل عندك ان اللون الابيض دوت والحياه في الخضره ده هي من ناحيه المناخ.
انت الموضوع اختيارك للموضوع رائع جدا. يمكن انا عاجبني فيه قوي انك انت بتحسسي الناس خلي بالكم في انذار، في خطر ممكن يحصل. انا طبعا بنتكلم عن التغير واحنا لازم نواجه الكلام ده، يعني فاهم، انا بعبر عنه فلسفه شويه. شيماء بركات عاوز اقول على حاجه، اعمالها اعمال متفرده من دماغها، الفكر والفكره، لان شغلها جميل جدا. شيماء بركات اتعودنا النهارده ما بين الكتله والفراغ، شيماء الفنانه شيماء بركات، ما بين المنظور والمنظور اللوني شيماء بركات، ما بين الخطوط والخلفيه الضوء الجميل اللي انت بتعمليه في اعمالك برضو شيماء بركات. الكرة الارضية او الناحية اللي جت من هنا كأن مراية خدت كل الشغل الجميل اللي هو الشغل اللي انت بتسييل اللي عملتيه بحرفية وتقنية عالية جدا. المناخ شغل جميل جدا، ولو انا ما اتكلمتش على ان دي الكرة الارضية هتكلم على انها قمر وده الجبل وسلاسل، يعني عندك تنوع. ليه؟ لانك عاملاها من هنا، ما نقلتيش، ما خدتيش الفكره من حته، كملي واستمري. شغل جميل قوي قوي والله. شيماء هاتي بوكس. سعدت جدا جدا بمشاركه الفنانه شيماء. عمل مميز جدا، في سيمتريه عاليه جدا وتنسيق في الالوان، كمان التاتشات اللي موجوده والعمق اللي موجود في الكره الارضيه اللي مدينا بعد ومدينا عمق كبير جدا جدا في العمل الفني. عمل ثري جدا. انا سعيد جدا وفخور بمشاركتك معانا في الملتقى ال13. طبعا احنا انتقينا الاعمال بعناية شديدة جدا، اخترنا 120 فنان من 1200 فنان قدموا. راعينا ان يكون في تنوع زي ما انتم شايفين في الاعمال الفنيه، في عمق، في فكره. حاولنا ان احنا نقلل الاخطاء على قدر الامكان، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على عمل فنانه شيماء، عمل مميز جدا وجميل جدا جدا. تحياتي وكل التوفيق ليك يا فنانه، كل التوفيق. والنهارده في المعرض كان معانا احدى اللوحات ومع احدى العارضات. نتعرف بحضرتك. شاهين مجاهد. اهلا وسهلا يا فندم. احكي لنا النهارده عن اللوحه اللي حضرتك مشتركه بيها. بصي، انا كنت هنا بتكلم عن يعني كذا حقبه في مصر من ايام كذا تاريخ مع روحانيات مختلفه. بتكلم من ايام ما كان مينا موحد القطرين قطز، دخلت بالحاجات الاسلامي اوريكي انماط مختلفه في مصر، وكان في روح مختلفه في مصر. بس في وسط كل ده برضه ما نسيناش روحانيات الناس اللي هي يعني عارفه عند الجامع، الناس اللي بتبقى مستنيه دايما رزقها عن طريق النيل. ودخلت النيل عن طريق الجرافيك، لان انا اصلا تخصصي جرافيك، بس عملت هنا زي مزيج ما بين تو تكنيكس، حفر ودخلت التصوير. فاشتغلت حفر على السيلك سكرين، دخلت معاه اكاسيد، دخلت معاه اكريليك، دخلت معاه باستال، دخلت اجزاء من الفحم، وعملت عمليه المزج الجماعي في النهايه بمجموعه الاكريليك كمان. طيب حضرتك قولي لي الفن بيمثلك ايه في حياتك؟ الفن حياتي. الفن حياتي، مش حكايه ان انا طول ما انا قاعده بفن، لا، بس انت تحسي ان كل حاجه في حياتك داخل فيها فن. يعني طريقتك في تنظيم البيت، طريقتك في حياتك، بنوتش حتى لما بلبسها لازم بحس انها يعني فنانه. يعني شغل البيت، حاجات الاكل بتاعك، حتى طبيخك، هتحس ان في فن. يعني ايوه، الحس الفني عند حضرتك طاغي على كل حاجه في الحياه. انت عارفه الفن يعتبر ضروره من ضرورات الحياه. يعني الناس هي بتبقى متخيله ان الفن ده حاجه اضافيه او حاجه زي ما يسموه ايه، طرف. لا، انت مش ممكن تدخلي بيت ما تلاقيش فيه لوحه جواه، مش ممكن. طيب النهارده لو هنوجه كلمه شكر، نوجه كلمه شكر لمين؟
والله مجموعه من يعني كبيره، يعني طبعا بنتي يعني برضو بتقف جنبي بآرائها البسيطه رغم صغر سنها. زوجي برضو ساعات بيديني شويه وقت ان اقدر اشتغل، دي برضو يعني تعتبر زي ما يكون وقت من عنده. والدتي ربنا يا رب يبارك لي فيها ويديها الصحه، دايما ورايا وبتقول لي يعني لا اللوحه دي كانت احسن في كذا، اللوحه دي احسن في كذا، ودي استمري، لا دي فعلا وصل للناس اكتر. يعني وبابايا الله يرحمه ويحسن اليه كان دايما يعني يقول لي اللوحه دي ماستر بيس، عشان دي جو فور ات، يعني فاهمه ازاي؟ يعني في حاجات وانا مهما احكي لك مش قادره انساها لغايه دلوقتي. اتمنى لك مزيد من التفوق والنجاح، وشكرا جدا ليكي. شكرا. ميرسي جدا على اهتمامكم. النهارده من خلال تجولنا في المعرض كان لينا لقاء مع احد العارضين، نتعرف بحضرتك. احمد مجدي. احمد مجدي، ازيك يا احمد؟ قول لي انت دارس ولا هاوي؟ هاوي. طب حضرتك كلمني عن اللوحه بتاعتك اللي مشترك بيها في المعرض النهارده. اللوحه دي بتتكلم عن التنمر وعن الناس اللي كانت والصعوبات اللي قابلتني في بدايتي وانا برسم، وعشان كده حبيت امثلهم بالايدين او بالايد اللي بتشدني، واصراري ان انا اكمل واصراري ان انا افضل استمر ان انا ارسم، وحبيت اعبر بالفن على انه الحاجه النور اللي كانت بتمشي كل ده، او النور اللي كان بينور يعني دي حاله شخصيه، حاله حقيقيه. حاله حقيقيه. طيب اخترت الالوان بناء على ايه؟ اخترت الالوان الحاره بناء عن البهجه والسرور والامل والتفاؤل. الالوان البارده حبيت ان انا اظهر فيها المعاناه وقد ايه انا كنت بعاني وقد ايه كان في معاناه جامده جدا في الوقت. طيب قول لي الفن بيمثلك ايه في حياتك؟ الفن ده بيمثل لي كل حاجه، وان شاء الله يعني عايز ابقى حاجه كبيره فيه. ده اول معرض تشترك فيه ولا اشتركت في معارض قبل كده؟ اشتركت في معارض قبل كده. طيب النهارده لو هنوجه كلمه شكر، نوجه كلمه شكر لمين؟ اوجه كلمه شكر لاهلي واصدقائي واصحابي وربنا قبل اي شيء، واوجه شكر للاستاذ ناصر انه اتاح لي الفرصه ان اكون موجود معاه في المعرض النهارده. انا بشكر حضرتك جدا وبتمنى لك مزيد من التفوق والنجاح. شكرا جزيلا لك. وفي ختام المعرض أقيمت حفلة كبيرة جدا لتوزيع شهادات التكريم وشهادات التقدير ودروع التكريم لكل الفنانين والفنانات المشاركين في ملتقى المبدعين الدولي في دورته ال13 تحت رئاسة الفنان دكتور عبد الناصر السعدني. وقد نال التكريم على إعجاب كل الفنانين والفنانات المشاركين بلوحاتهم الجميلة الرائعة، التي أتمنى المزيد من كل الأعمال الفنية اللي بيشاركوا بيها معانا في كل معارضنا على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية. وفي نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أرجو أن تكون كل فقراتنا قد نالت إعجابكم، على أننا منتظرين تبعتوا لنا كل مشاكلكم، كل مواهبكم، كل حالاتكم الإنسانية على صفحتنا على الفيسبوك برنامج سامي والناس، أو صفحة سامي الرسام، أو تتواصلوا معنا على أرقامنا اللي موجودة على الشاشة، أو تبعتوا لنا كل فيديوهاتكم بمشاكلكم بحالاتكم الإنسانية على رقم الواتساب 012 اللي موجود على الشاشة. على أمل أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية، وإلى اللقاء.